بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله الفيديو ده فيه حل بعض الأسئلة الرخمة شوية وأفكار أغلب الأسئلة، لكن مش هطلع نواتج برضو عشان الناس إيه، ما نضيعش وقت، يعني أنت تستخدمها على حسب هات بس الأفكار بسرعة كده الناس اللي حاولت تحل. السؤال واحد بيقول لك إذا كانت شدة التيار الكهربي 2 أمبير يبقى ده أي، فإن كمية الشحنة يبقى هو عاوز كده إيه، عاوز كيو في زمن قدره 1 ثانية 10 ثواني يبقى ده تي. أوكي أهلا بس الخط شوية، ده التي. فطبعا انتوا عارفين ان القانون الاي بيساوي كيو على التي. خلصت المسألة. أنا عاوز الزمن. بسم الله. أيوه ماشي. أنا عايز الزمن، يبقى كده عاوز التي. نمر شحنة 4 ملي كولوم. ملي ده يعني أقول الكيو بيساوي 4 في 10 أس سالب 3، يبقى ملي ده يبقى 10 أس سالب 3. بس كده هجيب الناتج عادي بالثانية، يعني نمسح بس العبث ده كده تاني. ماشي هنجيب الناتج بالثانية، يعني يطلع معانا التي الاي بيساوي كيو على التي، يبقى التي بيساوي كيو على الاي. هو هجيب الناتج بالثانية. طب انا عايز اختيارات بالملي ثانية، هعمله ازاي؟ بعد ما اجيب الناتج هقول والله التي بيساوي مثلا يعني 8 ثانية، يبقى هقوم ضربه في 10 أس 3، يبقى من الثانية أوديها للملي ثانية يبقى أس موجب 3، من ملي ثانية أوديها لثانية أضربه في أس 3. ماشي طيب نغير بس نوع القلم عشان الموضوع يبقى لطيف. ماشي كده كويس. طيب نمسح العبث ده كله تاني، نكبر الموضوع شوية. ماشي. المسألة اللي وراها هتراجع بس السؤال ومش هحل كده تاني بقى عشان احنا فهمنا اللعبة. لو في تحويلة بس هشير ليها وخلاص. معايا مايكرو كولوم، شحنة مايكرو يبقى ده كيو مايكرو، يبقى في 10 أس كام؟ 10 أس سالب 6. بتردد ده اف. بس خلاص خلصنا. هجيب الناتج الاي بيساوي اف كيو، والمهم ان الناتج يطلع معايا بالامبير. مش هلاقيه في الاختيارات، بس في اختيار بالملي وفي اختيار بالامبير. انا الاقي الاختيارين دول ما ينفعوش، مثلا هقوم ضارب في 10 أس 3 زي ما اتفقنا في المسألة اللي فوقها عشان اخلي ملي امبير. اوكي طيب المسألة اللي وراها بيقول لك طبقا لنموذج بور ذات الهيدروجين يتحرك إلكترون واحد، يبقى ال N بيساوي 1 في مسار دائري نصف قطره، ده ال R أنجستروم ده أصدقائي، يبقى 10 أس سالب 10. عشان أحوله للمتر يعني ال R بيساوي 53 في 10 أس سالب 10 يبقى بالمتر. أوكي. بسرعة ده V. فين شدة التيار عن حركة الإلكترون بالملي أمبير. طب اتفقنا إن ال I بيساوي كيو في على 2 باي ار. انتوا حافظين القوانين. ده معايا الكيو ديت عبارة عن ان في الاي، والان بواحد، والاي رقم ثابت. اوكي ودول معانا خلاص. الناتج هيطلع معايا طبعا بالامبير، هضربه في 10 أس سالب 3 عشان احوله للملي امبير. الناس اللي حابة تحل تاني تعمل كده، والناس اللي تعمل كده وطلع الناتج فان شاء الله صح. المسألة اللي وراها بتتكلم عن الاتجاهات في نفس الوقت. ماشي. وعن القيمة طبعا احنا عارفين زي ما اتفقنا في الحصة ان اتجاه التيار في السلك من موجب للسالب، ده اتجاه التيار يعني من الكبير للصغير. واتجاه الالكترونات واتجاه الالكترون من السالب للموجب، ده اتجاه الالكترونات. طبعا التيار عكس الالكترونات اللي احنا شايفينه ده حركة سالب بتتحرك الناحية دي، يبقى التيار ماشي الناحية دي اللي هو التيار الاصطلاحي يعني او التيار الفعلي او الاسامي اللي احنا سميناها. يبقى اتجاه التيار الاصطلاحي من عكس الالكترونات، عكس السالب، يعني من واي لاكس. اوكي من واي لاكس. طيب المفروض ان قيمة التيار بكام؟ الاي بيساوي كيو على تي. طبعا ده تي في 10 أس سالب 3، وده كيو في 10 أس سالب 6. وهجيب الناتج واضربه في 10 أس 3 عشان اخليه بايه؟ اخليه بالملي امبير. اتفقنا ولا لا؟ اتفقنا.
طيب كده خلصنا الصفحة ديت. لا لسه مخلصتش، فاضل ايه سؤالين سهلة بقى. طبعا في الدقيقة انتوا عارفين في 60 ثانية. خلصنا مايكرو أمبير في 10⁶ ده الأي في 10⁶. ده التيار برضو. السؤال رقم 6 التيار موت عاوز العدد في الثانية الواحدة، فطبعا اي بيساوي ان اي على تي، يبقى ال n بيساوي اي تي على الاي. المفروض احنا اتعلمنا الكلام ده، وده الطريقة الأفضل لحساب ال n يعني. ماشي. نخش يا باشا نكمل كلامنا في الصفحة اللي وراها. بسم الله. طبعا السؤال بيتكلم على اتجاه وبيتكلم عن الشدة. طيب الاتجاه زي ما اتفقنا وعاوز اتجاه الايه، وعاوز اتجاه الالكترونات. عاوز اتجاه الالكترونات. طبعا اتجاه الالكترونات هتخرج من قطب السالب كده، يبقى ماشية من A إلى B خلال المصباح. ماشي، من A إلى B خلال المصباح. بس ده خلاص كده خلصنا. ماشية من A إلى B، والقيمة بقى عادي Q على T. سهلة يعني، أظن كده السؤال خلص يعني، هيبقى ألف. طيب السؤال اللي وراه، إذا كانت شدة الشحنة، يبقى شحنة الإلكترون ده الإي مش الكيو، كم عدد الإلكترونات؟ أنا عاوز الإن تسقط على شاشة الأنبوبة في الدقيقة. يبقى ده تي ب60 ثانية و16 ملي أمبير. أظن خلصنا يعني. عارف طبعا أي بيساوي إيه، إن إيه على تي، هجيب الإن. نفس النظام، يمر كذا إلكترون، يبقى ده إن في الثانية تي. مديني المساحة، ولكن دي ديكور ملكش دعوة بيها. أنا عايز التيار عامة. أي بيساوي إن إيه على تي، يعني مباشرة جدا. هو عايز هنا في السؤال 9 فرق الجهد، ومديني دبليو ومديني كيو. خلصت. الفي بيساوي دبليو على ايه، بيساوي دبليو على كيو. اللي وراها برضو فعاوز عدد الالكترونات. معايا في ومعايا الاي شحنة الالكترون، ومعايا الدبليو برضو خلصنا منها. الفي بيساوي دبليو على ان اي. طيب نكمل كلام. بيقول لك ذات الهيدروجين بالكترون يدور كذا دورة في الثانية. هو معلوماتك يقول لك ان الاف اللي هو التردد بيساوي ان على تي، عدد دورات على الزمن. يبقى الاي بيساوي اف كيو. واحنا معانا الاف. ماشي. والكترون واحد، يعني كيو ديت عبارة عن ان اي، يعني واحد في الاي. فكده خلصنا خلاص يعني. ماشي يا اصدقائي. ماشي. ماشي. في الاخر بقى امسح بعد كده، مش همسح تاني، همسح في الاخر عشان ما اضيعش وقتكم. طبعا نص القطر ملوش لازمة بالنسبة لي في السؤال ده، ملوش لازمة عامة. يعني احنا عارفين هنا فرق الجهد في السؤال 12. فرق الجهد بيحسب النقطة اللي أنا كنت فيها ناقص النقطة اللي أنا رحت لها. طبعا رايح حتة اتجاه التيار، شايفينه أهو التيار ماشي كده. يبقى أنا أقول فرق الجهد بيساوي 15، وادي ناقص الفرق بتاعنا بتاع فرق الجهد يعني، وادي -5. بس هيطلع معايا بكام؟ هيطلع معايا ب20. يبقى فرق الجهد بكام؟ في بيساوي 20. هو المعلم عايز الشغل عشان بالجول أهو، بالجول هو عاوز الشغل. يبقى الدبليو بيساوي في كيو، جاي من القانون بتاعنا. طيب السؤال برضو ده سهل، مش هتكلم فيه. السؤال ده سهل، الفكرة دي سهلة والفكرة دي سهلة، ولكن دي خلي بالك منها. هو عايز عدد الإلكترونات خلال 2 ثانية، واحنا قلنا إن الأفضل I بيساوي ان اي على التي، علشان أقول إن ال n بيساوي I تي على الاي. واحنا كده جبنا الأي في المسألة اللي فوقها، جبنا الأي هنا أهو. ماشي. هعوض بيه في التي ب2 على الاي. دي الطريقة التانية شرحتها لكم في الحصة، وقلت لكم إن أنا عندي الكيو ديت عدد في ثانية واحدة، يبقى في ثانيتين هيعدي 10. يعني من الآخر برضو ممكن أقول الكيو بيساوي إن إي، يبقى الإن بيساوي 10 على الإي، كيو على الإي يعني، كيو على الإي يعني. ماشي ولا إيه؟ تمام. السؤال اللي وراه بيتكلم عن الاتجاه الاصطلاحي، يبقى من الموجب للسالب خلال من المصدر يعني خلال المقاومة اللي هي خلال دي، من الموجب للسالب. اتفقنا ولا لأ؟ تمام. هو عاوز الاصطلاحي من كي ال، من كي ال، ده أو ده. والتيار طبعا سهلة. السؤال اللي وراه بيقول لي عاوز العدد في 10 ثواني، ومديني التيار في الرسمة، خلصنا منها. هنا السؤال اللي وراه مديني ايه، مديني العدد ومديني الشغل، وعايز ال V بيساوي W على Q اللي هي N في ال E. سهلة.
هنا السؤال اللي وراه مديني الشغل W ومديني الاي ومديني فرق الجهد اللي هو اللي فيه بيساوي 4 ناقص 4 اللي هو يدينا 8 فولت. اوكي، معايا فرق الجهد ب8 ومعايا الدبليو، اعرف احسب الكيو بيساوي الدبليو على الفي. كده حسبنا الكيو جاي من القانون الاساسي يعني دايما القانون الاساسي بتاع الفي بيساوي دبليو على الكيو. حسبنا الكيو يا صديقي الحمد لله. ابدا معايا الكيو ومعايا الاي اللي هو ب4 امبير دوت. هعرف احسب التي اللي هو التي بيساوي ايه؟ كيو على الاي. تمام كده. تمام. سؤال 19 بقى ده الجديد شويه على بعض الناس، ولكن المفروض الناس اللي خدت النسب معانا هتبقى فاهمه ان السؤال ده اصلا عباره عن سؤال وضيع ملوش تحت اللازمه، مفيش في حاجه. سؤال 19 دوت شكلين 1 و2 يمثلين دائرين كهربيتين. الدايرة 1 فيها فرق جهد في، فيها I1، فيها أميتر اللي هو بيقيس التيار يعني، فيها مقاومة اللي هي 4 أور. بيقول لي إذا كانت قراءة الأميتر A1 يساوي 2 أمبير، ده بيساوي 2 أمبير، يبقى ال V بيساوي ال I في ال R. ال I ب2 في ال R ب4 R بيدينا 8 R، يبقى إذا ال V بتساوي 8 R. نبروز ده كده. تمام. طيب في الدايرة التانية المفروض ان انا الفي ب3 في. هو عاوز التيار، عاوز قراءة الاميتر، فإن قراءة الاميتر 2. عاوز التيار، حاضر الاي 2 بيساوي الفي على الار. ننزل تحت I2 بيساوي 3 في على 6 ار. الفي اصلا بكام؟ الفي ب8 ار اهي. يعني اقول 3 في 8 ار على 6 ار. 6 ار دي يا اصدقائي اللي موجودة في الدايرة. 8 ار ديت مكان الفي. بس خلصت، تطلع معانا 4 امبير. ممكن تحلها بطريقة النسب برضو هتيجي معاك. سؤال 20 دوت هو يعتبر السؤال الرخم اللي مر على بعض الناس، فنحله بقى بلون تاني كده لطيف عشان يعني نحس ان الموضوع كرياتيف شوية. ازرق كويس ماشي. خلاص بقى يا اسطى، ايوه كده. اذا كان الشغل المبذول لنقل كمية كهربية R W T، هو عايز العدد. طيب انا قلت لكم اكتبوا القانون I بيساوي NA على T. بعد كده قلت لك اكتب قانون تاني ممكن نستنبط منه العدد، زي مثلا ال V بيساوي ال W على Q. قلت لك اكتبوا قانون تالت لأي قانون تعرفه تاني، ال V بيساوي ال I في ال R. طبعا احنا ما بنحفظش المسألة، ولكن بنعرف ازاي بنفكر وازاي بنعرف ندخل القوانين في بعضيها علشان نعرف نوصل اللي احنا عايزينه. طيب المفروض يا أصدقائي إن أنا القانون ده في حاجة واحدة أنا عارفها وهي الزمن، والقانون ده في حاجة واحدة عارفها اللي هو ال W، والقانون ده في حاجة واحدة عارفها اللي هي ال R. بس أقدر أدخل دول مع بعض لأن ده V وده V، يبقى هو ده هو دول. يعني أقول IR بيساوي ال W على Q. كده بقى معايا حاجتين W و R. I ما يلزمناش، بس احنا عارفين برضو يا أصدقائي إن ال I ده أهو اللي هو Q على E، يعني Q على E. يعني أنا أقول والله Q على T في ال R بيساوي W على Q. طيب ال W معانا أيوة، ال R معانا أيوة، ال T معانا أيوة، ناقصنا بس مين؟ ناقصنا ال Q. نعرف نحطها لوحدها في طرف، أحطها لكم لوحدها في طرف. هكبر بس شوية عشان نعرف، مش هينفع تكبر عن كده. نكبر شوية عشان نعرف نتكلم. ماشي. احنا وصلنا لقانون Q على T بيساوي في ال R بيساوي ال W على ال Q. ازاي احط Q لوحدها في طرف؟ قال لي والله بص، لو عدلنا ده كده بطريقة لطيفة وخليناها الار فوق، ما هي كده كده الار مقامها 1، يعني كيو على تي في الار دي اصلا مقامها 1. ماشي ولا ايه؟ مقامها 1، يعني انا خليتها بسط. هي بسط اصلا، هي بسط اهي، شايفينها؟ ماشي تمام. وقمت انا اضرب طرفين في وسطين، يعني اضرب ده هنا واضرب ده هنا، يبقى ال W في التي بيساوي كيو تربيع ار. كيو تربيع ليه؟ كيو في كيو بكيو تربيع في ار. تمام كده. طيب انزل بقى بالتقيلة بقى.
اقول والله كيو لوحدها في طرف، يعني اقسم هنا على الار واقسم هنا على الار، ما يلزمناش، او اللي موجوده هنا تروح هناك، يعني ايا كان اللي انت عارفها، المهم ان انت خلصت الحوار يعني. يبقى الكيو تربيع بيساوي دبليو تي على ار. طيب ده كله انا بعمله ازاي؟ احط كيو لوحدها في طرف، عاوز اشيل التربيع اخد الجذر، اخد الايه، الجذر، اخد جذر هنا واخد جذر هنا. الجذر ده هيشيل التربيع يعني كيو بس، والجذر ده هيتنه زي ما هو دبليو تي على ار. كده ده معانا وده معانا وده معانا، اعرف ان انا اخلص المسألة بكل بساطة. اوكي يا اصدقائي، اوكي. طيب ده كده كان خطوات حل السؤال 20، يعني ده خطوات حل سؤال 20، عشان بس الناس اللي ايه، اللي مركزة معايا. نمسح بقى ده عشان نسيب مساحة للسؤال بتاعنا. اظن كلكم فهمتوا يعني. سؤال 21 بيقول لك معايا لنقل كذا الكترون، يبقى ده الان وده الدبليو. هو عايز الار ومديني في المسألة او في الرسمة التيار اي، طبعا كل ده بنعرفه من الوحدات يا اصدقائي. طيب احنا معانا ال V بيساوي W على NE، حصل ولا لأ؟ حصل، ده W ماشي. معانا ال W ومعانا NE، كده حسبنا مين؟ ال V. واحنا عارفين ان ال R بيساوي V على ال I، جاي من قانون ال V بيساوي ال I في ال R، الناس اللي حافظة القوانين. بس خلاص خلصنا. نكمل. الدنيا حر شوية، مش هينفع اشغل مروحة علشان الصوت. طيب السؤال اللي وراه مباشر، معايا تيار ومعايا الزمن، اعرف احسب الكيو. السؤال اللي وراه معايا تيار ومعايا الزمن، اعرف احسب الان. السؤال اللي وراه بفرض، ده جديد بقى شوية عشان نعرف نحله، بفرض انه يمر شعاع من الالكترونات بمعدل ثابت في خط مستقيم لمدة شهر. هحول اول الزمن هضرب 30 يوم في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية. يبقى انا كده حولت الايام ديت او الشهر كامل ده للثانية. دي اول حاجة لازم اعملها. تاني حاجة، وكانت كتلة الإلكترونات المرة 1/10 جرام. طبعا دي الكتلة ما ينفعش تكون بالجرام، برضو دي معلومة عندكم هتحتاجوها قدام. الكتلة لازم تكون بالكيلو جرام. عشان نحول من جرام للكيلو جرام، أضرب في 10 أس سالب 3، يعني أضرب ده في 10 أس سالب 3. كده أنا حولتها. طيب ده بس أهم فكرتين دلوقتي عشان نبدأ نخش في التقيل. يبقى هو المعلم مديني زمن باليوم هحوله، ومديني كتلة بالجرام هحولها. اتفقنا ولا لأ؟ اتفقنا. طيب هفتح بس ملف جديد علشان نبدأ نتكلم فيه مع بعض. اوكي اوكي ماشي، ادي صفحة جديدة عشان نبدأ نتكلم فيها، نشرح فيها بس بوسع كده. يبقى المعلومات بتقول لي ان الام شعاع بيساوي 1/10 جرام. اقوم انا ضاربها، اقول اذا الام شعاع بيساوي 1/10 في 10 أس سالب 3 عشان اخليها بالكيلو جرام. بالكيلو جرام. اوكي تمام. طيب بعد كده مديني الزمن باليوم، يعني 30 دي، يعني 30 في 10 في 24 ساعة الأول، ثم أضربها في 60 دقيقة، ثم أضربها في 60 ثانية. كده أنا جبت الزمن بالثانية. طيب هو في معلومة جديدة لازم تبقى عارفها، أو أنت متعرفهاش أصلا غصب عنك، هي ام إلكترون، كتلة الإلكترون ماشي. ده رقم ثابت برضو، اللي هو بكام؟ 9.1 في 10 أس سالب 31 كيلو جرام. ماشي، دي كتلة الايه؟ الإلكترون الواحد. طيب أنا معايا كتلة الشعاع كله بالكيلو جرام، ومعايا كتلة الإلكترون واحد بالكيلو جرام، يبقى أقدر أحسب العدد. طبعا دي طريقة زميلتنا كانت حسبتها معانا. زميلتكم بتقول لكم ان انا مثلا لو معايا 5 موجب 5 يدينا 20. فده مثلا الكتلة الكلية، وده كتلة الواحد، وعددهم كام؟ 4. 1 2 3 4. يعني لو ضربت 4 في 5
يدينا 20. 20 دي الكتلة الكلية وده العدد في كتلة الواحد، يعني احنا معانا كتلة الشعاع كله بيساوي العدد في ام الكترون اللي هي كتلة الواحد. يبقى انا اقدر احسب العدد. هو بس الفكرة في السؤال كده ان انا اديك العدد بطريقة مش مباشرة شوية. اقدر احسب العدد، يبقى ال N بيساوي ام شعاع على ام الكترون. اوكي، ام شعاع معانا اهوت على ام الكترون اهوت. بس انا مكنتش قايل لكم الثابت ده يعني. يبقى كده حضرتك حسبنا ال N. كده حسبنا ايه؟ ال N. طب معانا ال N اعرف احسب ال I بيساوي N في ال E على ال T، واللي احنا خليناها طبعا بالثانية. بس كده. شوف الموضوع لطيف ازاي. طيب ده حل سؤال بشخبطة شوية، سؤال 24. طيب سؤال 25 بيقول لك، ثانية بس اثبت ايوه زي الفل. سؤال 25 بيقول لك فرق الجهد. انا عاوز فرق الجهد ومعايا الدبليو ومعايا الكيو سهلة. الفقراء مديني فرق الجهد، مديني العدد، مديني الزمن، وعاوز الار. الار بتساوي الفي على الاي طبقا للمعلومات المسألة، والاي هجيبه ان ايه على تي. السؤال ده لسه ما خدناش فكرته خالص. السؤال ده بقى شرحته في الفيديو بتاع الشرح، اللي هو المفروض احنا عندنا اتجاه التيار عكس الالكترونات. فبيقول لي انا عندي كذا الكترون في الثانية من اليسار لليمين. حاضر، يعني في الكترونات بيتحرك من يسار لليمين كده. يبقى طيرها ازاي؟ طيرها يا مستر كده، ده اي. طيب وعندي بروتون. بروتون ده موجب. البروتون بيتحرك من يمين لليسار، بيتحرك من يمين لليسار، يعني التيار زيه، لأن التيار مع الموجب بروتون موجب، فالتيار برضو زيه. وبكده الاي بيساوي عدد الإلكترونات زائد عدد البروتونات أضربهم في الإي، لأن الشحنة بتاع البروتون بتاع الإلكترون بيساوي الشحنة بتاع البروتون، متساويين في الشحنة، يعني الاتنين بيساوي 1.6 في 10 أس سالب 19 على التي اللي هو بواحد ثانية في الاتنين. اتجاه التيار مع البروتون يعني من اليمين إلى اليسار، من اليمين لليسار. ماشي. سؤال 29. سؤال 29 طبعا معايا التيار في الدقيقة بزمن 1 ثانية. أنا عاوز الشحنة وعاوز العدد، أظن سهل أوي. ما فرق الجهد؟ عاوز فرق الجهد، مديني دبليو ومديني ال N. سهلة. السؤال اللي وراه بيقول لي مديني ال N ومديني ال T ب2 ثانية. هعرف أحسب منهم كده التيار إن إيه على T، ومديني فرق الجهد. هعرف أحسب المقاومة إن ال R بيساوي ال V على إيه يا أصدقائي؟ ال V على ال I. 32 يمر 2 أمبير في سلك طوله ومساحة مقطعه ومقاومته النوعية. مكناش لسه خدنا الار. الار بتساوي رو اي ال على الايه. كده احنا حسبنا الار، وهنقول ان الاي او الفي بيساوي الاي في الار لانه عاوز الفي. 33 مديني الكيو، مديني التي اللي هو الزمن، كده معايا التيار، ومديني فرق الجهد وعاوز المقاومة. سهلة برضو، قلنا الار بتساوي الفي على ايه؟ في على الاي. السؤال اللي وراه مديني فرق الجهد ومديني ال N ومديني ال T، فإن الار سهلة بقى، احنا خلصنا من العبث ده. 35 كمية الشحنة في زمن 2 دقيقة، يعني 120 ثانية. والار معانا والفي معانا، عاوزين الكيو. الكيو محتاجة اي في تي، والاي محتاجة في على الار، والفي معانا والار معانا. خلصت. 36. بشرح بسرعة بس عشان انتوا أكيد خدتوا الكلام ده يعني. 36 إذا كان الشغل مبذول نقل كمية كهربية يبقى ده الدبليو بالجول طبعا، وشحنة الإلكترون ده الإي. عاوز العدد ومديني فرق الجهد. طيب المفروض إن أنا معايا في بيساوي دبليو على إن إي، وأظن المسألة كده خلصت يعني. آخر سؤال معانا 37 بيقول لك مقاومة 100 ار عندما يكون فرق الجهد بين طرفيها 2 فولت هو 2 يمر تيار 2 امبير. يبقى الار بيساوي الفي على الاي، يعني 2 على 2 فيها الواحد اوم. طيب فإن فرق الجهد، يبقى هو عاوز فرق الجهد يصبح بكام؟
لما اخلي التيار يزداد بمقدار 6. يبقى كده الاي في الحالة التانية بيساوي الاي في الحالة الأولى اللي هو ب2 زائد 6. احنا قلنا بمقدار في ترجمة النسب بزود، يبقى بيساوي 8 أمبير. معايا التيار ب8 أمبير ومعايا الار ب1، هعرف احسب الفي تاني اللي هو بيساوي 8 فولت، اللي هو الفي بيساوي الاي في الار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كده رجعنا ال37 سؤال بتوع المباشر. يا ريت الناس تركز عليهم علشان دول فكرة أو خطوات حل أي قانون بقى في المنهج، مش شرط يكون دول يعني. يلا التوفيق إن شاء الله. استنوا الفيديو التاني اللي هو بتاع مسائل أو حل مسائل النسب. باي.